لكن كمان احنا محتاجين من الشعب المصري ان يحط ايديه في ايديه معاه، ايدينا مع يعني ايده في ايدينا، عشان ما يبقاش في امور تخرج عن السيطره ونزعل على اولادنا بشكل او باخر نتيجه حاجه بتحصل. تاني بقول ما احنا لا نتدخل في شؤون القضاء ولن نتدخل، والقضاء مش هيسمح لنا سواء كان الحكم يعني ما انتوا شايفين يعني. طب ماشي، اهلنا اللي هم اهالي شهداء كرداس لما طلع حكم القضاء تألموا، مش كده برضو؟ هو كده القضاء، مش هو كده القضاء يعني انتم ما لكمش حاجه عندنا، انتم يا ابناء الشرطه وابناء الجيش وشهدائهم ومن تسبب في كده على دماغنا. لكن ارجو ان انتم تعرفوا ان ده احكام، وده كلام، ده الكلام ده بيرد على كل الادعاءات اللي اتقالت على القضاء في مصر خلال ال4 سنين ونص اللي فاتوا. القضاء بيحكم طبقا للقاضي بيشوف، واحنا لا نعلق ولا ننتقد ولا نتدخل، وارجو ان احنا نتحمل ده. اذا كنا عايزين بلدنا تبقى بلد مؤسسات حقيقيه ونستحمل نتألم ونعض على زي ما بيقولوا كده على بالنواجذ يعني، لكن لا هنا ولا هنا في تدخل. والكلام اللي بقوله ده بقوله لينا كلنا، وكلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين على ان احنا نشكل وعي حقيقي وفهم حقيقي لبعضنا البعض، وما نقولش ابدا ان ابننا ده نضغط عليه او ده يعني بالقانون. في قانون صحيح، بس احنا كمان واحنا بنعمل القانون بنراعي ان احنا نقدر نوجد صيغه تفاهم بيننا وبين شباب مصر.